زي الفل عليكم جميعا، يا رب ايامكم كلها تبقى سعاده وصحه وهنا. دخلنا خلاص في شهور الصيف بتاعتنا وفصل الصيف وارتفاع درجه الحراره وكمان حراره الشمس. حكايه النهارده حكايه الكاسكيته، الحاجه اللي احنا بنستخدمها علشان نحمي نفسنا من ارتفاع درجه الحراره وبالذات التعرض للشمس المباشره. احيانا بحس ان الناس ما عندهمش ثقافه استخدام الكاسكيته. لا يا جماعه، نستخدم الكاسكيته. انا راجل كبير، انا شاب، انا حد صغير، انا بنوته، انا ست، انا مدام، انا ام. لازم نستخدم الكاسكيته يا جماعه ونقي نفسنا من التعرض لاشعه الشمس. انا فاهم كويس جدا ان كتير من الستات والبنات بيستخدموا حاجه اسمها السان بلوك، وبيحطوا الصن بلوك علشان يحمي جلدهم من اشعه الشمس. انا بتكلم ان احنا ما نتعرضش لاشعه الشمس المباشره وما تفضلش في درجه دماغنا، فالسخونه اللي احنا بنتعرض ليها دي. وخصوصا كمان ان كتير قوي من البلوكرز اللي بتستخدم الصن بلوك يعني بتبقى كلها كيميكال سبستنس، بتحصل لها ديجراديشن مع درجه حراره الشمس او بيحصل لها تكسر ناتج عن التعرض لاشعه الشمس. قليل قوي لما بلاقي ناس بتستخدم الفيزيكال بلوكر او الفيزيكال صن بلوكر ايجنتس زي التيتانيوم اوكسيد والزنك اوكسيد. التيتانيوم اوكسيد والزنك اوكسيد من مميزاتهم ان هم مش بيحصل لهم تكسر ناتج عن التعرض لضوء الشمس زي الكيميكال سبستنس، وكمان مش بيمتصوا عن طريق الجلد. يعني الجلد ما بيمتصهمش، لا هم بيفضلوا موجودين بيتشالوا مع الغسيل. لكن الكيميكال سبستنس هم للاسف اللي بتستخدم في الحاجات بقى اللي هي الغاليه وكتيره من الحاجات بتاعت اللي هي السان بلوك دي بتمتص عن طريق الجلد، وبيبقى ليها سايد افكت كمان. السايد افكت دوت ممكن كمان بيوصل لمرحله انه يكون مسبب من اسباب اللي ايه سرطان الجلد او كمان تحسس الوجه. المواد دي انا هكتبها لكم واحطها لكم في الكومنتس، وهحط لكم اللينكس بتاعتها برضو علشان اللي بيحب يطلع ويستزيد من المعلومه. صحتي ليكم. النهارده بقول لكم كلكم يا جماعه لازم يكون عندنا مبدأ استخدام الكاسكيتة حاجه طبيعيه. لازم ثقافتنا تبقى اكثر وعيا. احنا من الدول اللي قريبه من خط الاستواء، درجه الحراره عندنا والشمس بتبقى قريبه من عندنا، فلازم نكون بنستخدم الكاسكيتة. ودمتم سالمين.